فيلمنا بيبدأ بواحد بيكون مسافر ومعاه الكلبة بتاعته. هو خلاص بيكون مسافر وبياخد ألما معاه، لكن المضيفة بتقوله إن ما ينفعش ياخد الكلبة معاه من غير تصريح. وبعد كده بيروح بيها للدكتور علشان بتكون الكلبة تعبانة. الدكتور بيقوله إن الكلبة ما ينفعش تسافر معاه ومش هينفع يديله التصريح، بس الراجل بيكون مش عارف هيعمل إيه. هل هينفع يخليها معاه ولا هيسيبها لوحدها؟ بعد كده بيقول للمضيفة أنا لازم آخد الكلبة معايا، لكن هي بتمنعه. بعد كده بنشوفه بيكلم الكلبة وبيقول لها أنا عارف إني هسيبك ومش هرجع تاني، وبيحاول يبعدها علشان يعرف يمشي. وبعدين ألما بتفضل تجري علشان تلحق صاحبها في الطيارة لأنه قرر إنه سابها. في نفس الوقت ده هو بيكون زعلان جدا والطيارة خلاص مشيت. ألما بقت حزينة جدا وبتبص على الطيارة بكل حزن، وبنشوف واحد بيفضل يجري ورا الكلبة مش بيعرف يواصل. خلاص قد إيه ألما كانت لوحدها، صاحبها مشي وسابها، لكن في راجل بتاع الصيانة عمل لها مكان علشان تقعد فيه. هل ألما هتلاقي صاحب جديد ولا لأ؟ تعالوا نكمل. وبعدين مضيفة الطيارة بتقول إن الطيارة المفروض تنزل بهدوء، وبنلاقي ألما لما بتعرف إن في طيارة إن هي قربت تنزل بتفضل تجري لحد ما تقف قدام الطيارة، وفجأة الطيارة بتترفع لفوق. سلافا بيسأل جوشا إيه اللي حصل ده، بيرد عليه ممكن تكون كلبة، لكن مضيفة الطيارة بتكون متضايقة إن الكلبة هنا وبتتصل بالأمن علشان ياخدوها بعيد عن هنا، علشان هم مفكرين إن الكلبة بتخوف الناس اللي نازلين من الطيارة. وفي نفس الوقت هي منتظرة تشوف صاحبها. بعدها بيوصل الأمن وبيحاولوا إنهم يحبسوا ألما في الأتوبيس، وفعلا بيكونوا بيعملوا كده. بنلاقي نينا بتيجي هي وباباها وبيدوروا على صاحبها، لكن هو ماشي وسابها وهي بتحاول تلاقيه. وبنشوف طفل صغير اسمه كوليا بيكون متأثر وعنده حالة نفسية بسبب انفصال أبوه عن أمه. بيدخل جوه الأتوبيس وبيحاول يطمن الكلب ويقول لها ما تخافيش أنا هخرجك من هنا، وفعلا بيخرجها من هنا. والناس بتستغرب هو ازاي عارف يخرجها، وبيكون واحد عايز يضربه علشان اللي عمله، لكن أبوه بيقوله ده ابني، وأبوه بيكون طيار. والطفل الصغير ده كان مدرك قد ايه ان الكلاب اوفى بكتير من اي حاجة تانية او من اي حد تاني. بيدخل سلافا وبيسأل ويقول ايه اللي حصل ان الولد ده خرج الكلبة. وبنروح على ابو كوليا، بتكون المديرة جورينا بتفضل تزعق فيه بس هو بيكون ساكت مش عارف يقول ايه، وبتوبخه على اللي ابنه عمله، بس بتقوله ان في حد مهم كان على الطيارة وانت حضرتك مش عارف تشتغل، كان المفروض تموت الكلبة دي. وخلاص بيفضل يتعصب عليها ويقول لها عايزاني اشوف كلبة ازاي وانا بسوق الطيارة. وفي الاخر بيتأسف. سلافا بيقوله ايه اللي بيحصل، بيرد عليه انا مضغوط جدا وبيسيبه ويمشي. وألما بتيجي للراجل بتاع الصيانة تاني اللي ساعدها بجد، وحست انها ممكن تكون الكلبة بتاعته وحبها جدا واهتم بيها كمان. قد ايه الكلاب بيفرق معاها الحاجات الصغيرة دي، لكن هي عمرها ما هتنسى صاحبها مهما عدت السنين. كتير قوي هتفضل فاكرة صاحبها. في اعتقادك هل ألما هترجع لصاحبها ولا هتلاقي صاحب جديد؟ يلا بينا نكمل. وبنرجع تاني لكوليا بيروح البيت مع ابوه، وبنشوفه بيمشي من البيت وبيتسحب علشان يروح يدور على الكلب. بيحاول يركب الطيارة علشان يرجع لأمه، بس بعد كده بيشوف ألما والموظفة مش بترضى ان هو يطلع. المضيفة بتسأل كوليا فين تذكرتك، بيرد عليها انا جاي معاهم، بس الراجل بيقول ان الولد ده مش ابني ويسيبه ويمشي. وبيفضلوا يدوروا عليها. بنشوف سلافا بيلاقي كوليا عند سيرجي، بيرد عليه وهو نايم وبيقوله ان ابنه مع الكلبة. وابوه بيفضل يزعق لكوليا لحد ما ألما بتفضل تدافع عن كوليا، وابوه بيمشي ويسيبها. بس كوليا من جواه بيكون متضايق من كلام ابوه ليه ومش مهتم بيه. وبنشوف كوليا مش بيحب ابوه. بعد كده سيرجي بيقول لابنه هل انت فعلا كنت هتسافر؟ بيرد عليه ايوه انا ما سافرتش عشان ألما. بيفضل يتكلم ويقوله ان ألما ابتدت تحبك. بعد كده بنشوف ابوه بيقوله انا عارف انك فقدت حد عزيز عليك، مش معنى كده انك تفضل زعلان على طول، لازم نمارس حياتنا طبيعي. فايه رأيك، هل كوليا هيساعد ألما ولا هيسيبها زي صاحبها الاول؟ تعالوا نشوف. بنروح على ألما بتفضل تشوف كل الناس اللي بتنزل من الطيارة، بتحاول تلاقي صاحبها موجود ولا لا، لكن للأسف مش بيكون موجود. وبعدها كوليا بيبحث عن صاحب ألما وبيكون بيكتب له جواب علشان نفسه يشوفه. والظابط بياخد كوليا وبتروح ألما المطار وبتشوف واحد شبه صاحبه وبتجري وراه وورا العربية اللي راكب. ورجال الأمن بيوصلوا ويحاولوا ياخدوا ألما، بس هي بتجري منه لحد ما توصل للراجل ده، بس مش بيكون صاحبها أصلا، وبتتضايق وبيبان عليها الحزن. وبنوصل لحد ما رجال الأمن بييجوا علشان ياخدوا ألما، لكن كوليا المرة تانية بيبعدهم عنها وبيقول لها اهربي. وبتفضل ألما تجري، وبتيجي الموظفة وبتديله الجواب وبتقوله امشي محدش يشوفك انت وألما. وبعدين بتوصل المضيفة وبتقول لسلافا ان المديرة عايزة تشوفك. بتفضل تقوله ابنك لو بيحب ألما ممكن ياخدها معاه البيت لان في شكاوي كتير بسبب ألما. وبتواجهه وبتقوله مين اللي خرج ألما من العربية؟ ابنك هو اللي عمل كده. بيرد عليها انا طيار مش مسؤول عن الكلاب،
وإن الأمن مش عارف يمسك ألما. بتقوله لازم تلاقي الكلبة دي وتوديها مكان موجود فيه كلاب، وتاني حاجة لازم تتكلم مع ابنك. بعدها كوليا بيكتب جواب لصاحب ألما. بيجي أبوه ويجيب معاه رجال الأمن علشان ياخدوا ألما، وأبوه بيحاول يمنع ابنه، وكوليا بيحاول يدافع عن ألما بس مش عارف. وفعلا بياخد ألما لمكان بعيد جدا، وكوليا بيفضل ينادي على ألما ويقعد يجري لحد ما يقع وبيفضل يعيط عليها. وبنشوف نينا بتقول لسلافا لو كنت مكان كوليا كنت همشي واسيبك زيه. وبيوصلوا البيت وبيفضل سلافا يخبط على كوليا علشان يعالج الجرح ويقول له انت رايح فين؟ بيرد عليه انا عايز اروح مكان اعيش فيه لوحدي. بيفضل كوليا يقول انت مين اصلا بالنسبه لي؟ انت عمرك ما شفتني. كوليا بيقول لباباه انا مش هعيش معاك ابدا، انا مش بحبك. وبيقول له انت هتروح فين؟ بيرد عليه انا هروح دار ايتام. وابوه بيسيبه ويمشي. سلافا بيقرر يقرا الجواب وبيكون متاثر جدا من اللي كاتبه. كوليا بيكون متعلق بألما. سؤال، هل هيساعده يلاقي ألما ولا لا؟ تعالوا نكمل. بتروح ألما المكان اللي فيه الكلاب محجوزة وبتخرج كل الكلاب وتفضل تجري. وسلافا بيلاحظ ان كوليا بيمشي علشان يدور على ألما وبيفضل ماشي ورا باباه. بيقول له انا هساعدك تلاقيه. ألما بتوصل المطار. كوليا بيكون عارف هيلاقيها فين وبيروحوا لسيرجي بس مش بتكون ألما هناك. وبيروح المطار بس للأسف مش بتكون موجودة. وسلافا بيقول لكوليا ما تقلقش احنا هندور على ألما في كل مكان. وبعدها ألما بتفضل تجري علشان توصل لكوليا وتفضل تدور على صاحبها بس مش بتلاقي صاحبها، وكانت مستنية عند الطيارة علشان تشوف صاحبها وهو نازل منها. على الأمل ده قد ايه الوفاء كان قوي جدا. وسلافا بيقول ما تقوليش لحد ان ألما هنا. بترد عليه خدها انت يا سلافا. وكوليا بيقترح انه يعمل اعلان علشان صاحب ألما يعرف ويجي علشان ياخدها. قد ايه الولد ده كان عنده حب بدون رغبة في الامتلاك. هو كان بيحب الكلبة دي وكان عايز يوصلها لصاحبها مش علشان بس يخليها معاه. قد ايه نوع الحب ده نادر شوية ومش موجود كتير. وفعلا قصة ألما بتنتشر في كل مكان، وكمان المفروض يعملوا مكان مخصص للكلاب وهو خلى اسمها بالما. وبيعرف ان اللي ساعدها هو سلافا وبيدوله مكافأة علشان ساعد ألما. وبيقول لصاحبها تعالى خدها هي مستنياك كل يوم وهتفضل تعمل كده لحد ما تيجي. في اعتقادك هل صاحب ألما هيعرف ان هي بتدور عليه؟ هل هيجي علشان ياخد ألما ولا لا؟ والناس بتعرف ان قصة ألما انتشرت في الجرايد وتفضل تجري علشان تشوف صاحبها موجود ولا لا. والناس بتتصور مع ألما وتفضل تروح المطار علشان تدور على صاحبها. والناس بتفضل تكتب لصاحب ألما انه يجي ياخدها. قد ايه ألما ما كانش حد بيحبها بس لما الناس عرفت قصتها كل الناس بتكتب جوابات علشان تساعد ألما. هل الناس هتفضل تساعدها وتفضل تروح المطار علشان يشوفوها؟ وبنوصل ان نينا بتقول تعالى في طيارة تانية. قد ايه هي لسه بتدور على صاحبها رغم انه ممكن ما يجيش تاني. وبعدين بيرجعوا البيت وكوليا بيقول لباباه ان الناس كلها قعدوا بس للأسف مش بيلاقوا حاجة. سلافا بيدور على الخريطة على بلد روما وفعلا بيلاقي كوليا. بيقول لباباه انت عارف كل الاماكن؟ بيرد ابوه عليه يقول له ايوه انا عارف كل ده. سلافا بيقول لكوليا وانا صغير صحابي كانوا بيتريقوا عليا لكن كنت عارف اني هطلع طيار. بنلاقي سلافا بيقول لنينا ممكن نكون اصحاب. وألما بتشوف كلبة تانية بيكون صاحبها بيحبها قوي وبتكون حزينة جدا كان نفسها صاحبها يكون موجود. وبعدين كوليا بيلاحظ ان ألما بتكون تعبانة والامن بيعمل بيت علشان ألما. كوليا بيقول للامن انت كده بتحبس ألما. بيرد عليه انا مش بحبسها انا بعمل لها بيت. وبيسيبوه يمشي. والموظفة بتجيب لألما الاكل لكن مش بتاكل خالص. والدكتور بيجي علشان يكشف عليها وبيقول ان هي كلبة مخلصة جدا. هي بتخصص حياتها انها تدور على صاحبها. سلاف بيفضل يتكلم مع كوليا وبتكون ألما بتحلم بصاحبها بس للأسف بيكون مجرد حلم. قد ايه ألما وفية جدا لصاحبها لدرجة انها بتدور على صاحبها في كل المطار مش بتلاقيه وبتكون حزينة جدا انها لسه ملقتوه. وبنكمل مع كوليا بيفضل يكلم ألما ويقول لها تعالي معايا البيت. بيحاول يقوم ألما لكن مش بتقوم. وبيفضل يقول لها ان صاحبك سابك انت ليه قاعدة مستنياه؟ انا خسرت كل حاجة بس مش عايز اخسرك. وبيترجاها. بنشوف قد ايه براءة الطفل. بيترجاها انها ما تسيبوش ابدا وبيفضل يعيط. وتاني يوم كوليا بيلعب مع ألما وهي حست ان هي لقت صاحب تاني يلعب معاها غير اللي مشي وسابها. بتروح ألما مع كوليا البيت وبيروح سلافا. بيقرر ان ألما لازم تمشي علشان تروح مع صاحبها. لو انت بتحب ألما سيبها تروح مع صاحبها. بابا بيقول له انا اسف اني اتخليت عنك انا كنت بفكر في الشغل وبس لكن انت غيرت حياتي. انا بحاول اكون احسن اب في الدنيا لكن ساعات ده بيكون بطريقتي الغلط. عايز اكون جنبك لكن انت لو سبت ألما تمشي انا هفضل جنبك مش هسيبك. بعدها بيروح سلافا علشان يدي ألما لصاحبها. بعد وصلتهم اخبار ان هو جاي وألما اخيرا
واخيرا بتلاقي صاحبها وبتروح لصاحبها، بس مش بتكون فرحانة قوي. وصاحب ألما بيقول لكوليا انت اللي كنت بتهتمي بيها، بيرد عليه ايوه ويمشي، وبيكون حزين جدا، لكن في نفس الوقت كان سايبها ترجع لصاحبها. كان زعلان علشان جواه ان هو مش هيشوفها تاني. وابوه بيلاحظ ان كوليا زعلان جدا وبيروح يتكلم مع بولسكي ويقول له انت ليه سبت ألما؟ بيرد عليه كان لازم اعمل كده علشان اعرف اشتغل، ما كانش ينفع اخدها معايا، انا كنت بحلم بالشغل ده طول حياتي، انا ما كنتش اعرف ان ألما مخلصة كده، انا مش عايز ألما. سلافا بيقول لبولسكي طيب ممكن تسيبها لكوليا؟ سلافا بيقترح عليه انه عايز يشتري ألما، بيرد عليه انا مش عايز ابيعها علشان هخسر شغلي، انا مش عايز ألما اصلا، وبيسيبها ويمشي. ونشوف ألما هي خلاص مشيت مع صاحبها بس بتكون عايزة كوليا. بيفضل حزين، لكن فجأة ألما مش بترضى تمشي مع صاحبها وبيقول ان هي مش عايزة تروح معاه، ورجل الامن بيمنع الولد انه يفضل ينادي على باباه. سلافا بيلاحظ ان ابنه بينادي عليه، وألما بتروح مع صاحبها بس بتكون زعلانة انها مش هتشوف كوليا تاني. وجوشا بيلاحظ ان سلافا متغير جدا، المفروض الطيارة خلاص تمشي لكن الطيارة مش بتمشي. المديرة بتقوله انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت كده هتخسر شغلك. بتقول لفيديا اطرد سلافا. فعلا بيمشي بس كل صحابه زعلانين عليه. كينيا بتقول لصاحب ألما انت معاك شهادة للكلبة، وجورينا بتفضل تقول ما ينفعش تاخد الكلبة معاك طالما مش معاك تصريح. تفضل ألما تبص لصاحبها نظرات الوداع، وصاحبها بيسيبها تمشي. والراجل بيقوله انت ازاي تسيب الكلبة تمشي؟ وده كان المحافظ او حد كان مهتم بالموضوع جدا. بيرد عليه علشان دي مش كلبتي اسمها ألما، لكن دي اسمها بالما. بتفضل تجري علشان تروح لكوليا صاحبها الجديد. في اعتقادك ليه ألما حبت كوليا اكتر من صاحبها؟ ليه اتعلقت بكوليا اكتر من صاحبها؟ قد ايه ألما كانت في الاول بتنتظر صاحبها كل يوم في المطار علشان يجي. ألما كانت كلبة مخلصة وفية جدا لصاحبها، لدرجة انها لو عدت سنين هتفضل فاكرة صاحبها. ولما صاحبها بيجي بتكون في الاول عايزة تمشي معاه، لكن ألما بتكون بتتعلق بكوليا قوي علشان كوليا حبها بجد وكان عايز يساعدها، وعمره ما سابها في يوم من الايام، كان دايما جنبها. قد ايه كان حب الطفل صادق وكان دايما بيدافع عنها. قد ايه سلافا كان في الاول مش بيحب وجود ألما في حياة كوليا، بس لما لقى كوليا بيحب ألما ومبسوط علشان كده ساعد ابنه رغم انه خسر شغله. وفي الاخر كل واحد بيتغير لما يساعد حد تاني. وقد ايه لما المساعدة تكون بمحبة غير مشروطة، ومساعدة الطفل ده لكلبة كل الناس اتعلقت بيها. ودي تبقى نهاية فيلمنا. لو القصة أثرت فيك ما تنساش تدوس لايك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك الفيلم اللي جاي، وممكن تشترك في القناة لو عايز تتابع أفلام ليها معنى وليها رسالة واضحة. وخليك قريب.